مرحبا مرحبا. بالنسبة للفيروسات والتقنية لإزالة الفيروسات والبرامج الضارة بتحديث البرامج في الحاسبة، ممكن أنه ننطي مقدمة كلش صغيرة عن الفيروسات، أو بحيث أنه أجهزة الكمبيوتر أو الحواسيب يوميا تتعرض إلى تهديدات مثل الفيروسات والبرامج الضارة. كما نحتاج إلى تحديث مستمر لضمان كفاءة عالية للحاسوب. في هذه المحاضرة ممكن أنه نتعرف على الطرق الأساسية لحماية الجهاز وإزالة التهديدات والحفاظ على النظام، نظام الويندوز أو نظام التشغيل محدث وآمن. بحيث ممكن أنه نسأل سؤال: ما هي الفيروسات؟ شنو هي البرامج الضارة؟ الفيروسات هي عبارة عن برامج خبيثة تنتقل من ملف إلى ملف آخر، وممكن أن تسبب أضرار مثل حذف الملفات وإبطاء للجهاز. والبرامج الضارة ممكن أنه تشمل عدة يشمل مصطلح أنواع مختلفة من البرامج الخبيثة، مثل الديدان وأحسنة الروادة والبرامج الفدية وبرامج التجسس وبرامج كثيرة مثلا اللي هي تعتبر برامج ضارة. كيف ممكن أنه نتعرف على الجهاز أنه يكون مصاب بالفيروسات أو برامج الضارة؟ يمكن أنه نتعرف على هذا الجهاز انه مصاب بالبرامج الضاره والفيروسات، من حيث انه اول نشوف انه ابطا الجهاز، ابطا وصار ثقيل بالعمل، حيث يكون بطء شديد في الجهاز، او ظهور نوافذ، يعني تنفتح لنا نوافذ كثيره بالجهاز وتتغير اعدادات النظام، اختفاء ملفات وتجي ملفات اخرى، ارتفاع درجة حرارة الجهاز، تتوقف البرامج عن العمل. فهاي ممكن انه بعض الملاحظات او الاعراض اللي تصاب بها اجهزة الحاسوب، اللي هي تنطيك اشعار بانه الجهاز مصاب بالفيروسات او البرامج الضارة. زين، ممكن انه هناك تقنية ازالة هاي الفيروسات والبرامج الضارة؟ طبعا اكو برامج كثيرة لعملية مكافحة الفيروسات او ازالة الفيروسات بعد اصابة الجهاز بالفيروسات والبرامج الضارة. ومنها برامج مكافحة الفيروسات اللي انتي فيروس، اللي تثبت على الجهاز بنظام التشغيل برنامج، بحيث تكون برامج موثوقة كثيرة تنتجها شركات عالمية رصينة، وممكن انه تشتري شرائها من المتاجر الالكترونيه او المتاجر اللي موجوده في الاسواق، او شراء الرقم السري الليسنس اكتيفيت لتنشيط هذا البرنامج على الحاسوب بعد انتهاء الاكتيفيت او الاكسباير للبرنامج. وممكن انه يشمل تحديث للبرنامج دائما، بحيث انه نجري بعض الفحوصات كامله فول كمبيوتر، فول سكان للجهاز دائما. أو ممكن أنه نحذف أو نعزل الملفات الضارة. ويمكن استخدام برامج كثيرة لمكافحة الفيروسات والانتي ميلر، اللي بعض البرامج المتخصصة في اكتشاف أنواع معينة من التهديدات، اللي مثل البرامج التجسس. ممكن انه ندخل الى الوضع الامن اللي هو السيف مود، اللي يساعد في ازاله الفيروسات اللي تعمل في خلفيه الجهاز، بحيث انه الجهاز ممكن انه يبطأ وممكن انه يثقل. ممكن الدخول الانتي السيف مود لمعالجة هاي الفيروسات. وممكن حذف برامج مشبوهة، يعني مثلا مرات انه تنصب برنامج وتلاحظ بعد تنصيب البرنامج اختلفت اعدادات الجهاز، واختلف العمل مع الجهاز، انه صار فدت حركة غريبة بداخل الجهاز، انه ترجع تحذف هذا البرنامج تؤدي الى اعادة تنشيط الجهاز مرة اخرى كحالة سابقته. وممكن انه بفحص المتصفحات ممكن ازالة الاضافات الغريبة، ممكن اعادة ضبط المتصفحات مثل الياهو، متصفح جوجل،
الام اس ان والفايرفوكس، وتحديث ممكن انه تحدث النظام، بحيث عندنا احنا امكانيه دائما اذا نحدث النظام راح نتقي شر الفيروسات ونحيدها. ولازم من المفضل ان يكون احنا عندنا ويندوز اوريجينال اصلي لعمليه التحديث الدائمي، اللي ممكن انه او اعاده تثبيت النظام الويندوز اذا كانت عندنا الاصابه كلش قويه بالجهاز او نظام الويندوز. كيف نحدث البرامج التشغيل للدرايفرات؟ كيف نحدثها او شنو هي تحديث البرامج التشغيل؟ ممكن أن تكون برامج صغيرة تسمح للنظام التشغيل بالتواصل مع مكونات الجهاز، مثل كارت الشاشة، عندنا كارت الصوت، عندنا الطابعة، عندنا لوحة المفاتيح. ليش نحتاج دائما نحدثها؟ أولا حتى نعمل على زيادة الأداء والكفاءة وإصلاح الأخطاء اللي موجودة في الفترة السابقة من عمل البرنامج اللي ممكن انه يصيبك بالفيروسات، وممكن هاي الجهاز كثير من الثغرات اللي ممكن انه السوفت وير ابديتنج، تحديث البرامج، تكون لها أهمية كلش كبيرة في تحديث البرامج، بحيث أنه نسد الثغرات، نحسن الأداء، نمنع الأعطال، نزيد كفاءة الجهاز والبرنامج، نزيد كفاءة العمل اللي من أجله اللي نصبنا البرنامج، بحيث يقلل عندنا كثير من الجهد في العمل إذا كان خاص إذا الجهاز أصيب بفيروس ممكن أنه يتلكى عندنا العمل ويصاب بالإحباط كثيرا أو ممكن أنه مرات نضوج ونفزع وما نشتغل على الحاسبة لكثرة وجود الفيروسات. ممكن أنه ننطي بعض النصائح لحماية الجهاز من الفيروسات. كثير من النصائح اللي ممكن تكون نصائح شخصية فردية، أو نصائح تكون عبر مكاتب مكتبية أو أو تطرحها كثير من الشركات، أو ممكن أنه تلاقيها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه دائما أنه تتحذر من تحميل البرامج الضارة أو المجهولة أو اللي تجيك البرامج عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، أو دخول إلى صفحات مجهولة وغير معلومة ومشبوهة، اللي ممكن أنه تنطيك فيروسات ممكن تتنصب على الحاسبة بدون ما أنت تدري بالحاس، بحيث أو عدم فتح هاي الروابط اللي تجيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، أو الدخول إلى صفحات. هاي الصفحات ممكن تكون هاي صفحات مشبوهة، مثلا خاصة اللي تحوي على الإعلانات، يعطيك إعلان ممكن أنه بتنصيب هذا البرنامج ممكن تحصل على مثلا على وارد مادي، أو الدخول في أسواق المال والأعمال، أو الحصول على كثير من البرامج أو الإعلانات اللي ممكن أنه يسيل له اللعب الدخول إليها، ولكن هي عبارة عن فخ للدخول والسقوط في عالم الفيروسات والإضرار بالجهاز والبرامج اللي انت ممكن أنه تستخدم كلمة برامج قوية للبرامج اللي تستخدمها، أو للحاسبة للحفاظ على النظام الويندوز
وممكن انه دائما انه تعمل على نسخة باك اب للويندوز او للبرامج اللي موجودة على الجهاز للحفاظ على البرامج الاصلية من الانهيار والاصابة بالفيروسات. بحيث انه ممكن انه نستخلص من هذا الكلام انه ازالة الفيروسات وتحديثها دائما ليست مو هي مهمة معقدة، بل هي عبارة عن خطوات بسيطة وسهلة بحيث تنطيك المجال بالحفاظ على أمان الجهاز والسرعة والكفاءة، بحيث أنه كل طالب أو كل يوزر ممكن حماية الجهاز نفسه بنفسه إذا اتبع التعليمات كثيرة اللي تطرح في مواقع اللي تعلم على الحفاظ على الجهاز. وممكن يعني نشوف انه هاي عبارة عن نبذة مختصرة عن الفيروسات وطريقة الحماية منها. تحياتي.